السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني احلى متابعين. ازيكم؟ النهارده بقى الفيديو خفيف جدا، هنعمل سلطات. حر يا جماعة، مش مخلينا نعمل اي حاجة بقى من الحاجات التقيلة دي. بندخل المطبخ، انتوا عارفين بقى درجات الحرارة عاملة ازاي. المهم دي سلطة عدس بجبة زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. انا هوريها لكم. شايفين المكونات الجميلة، شايفين الحاجات اللي مضافه ليها. شايفين دي بقى يا جماعه بتتاكل ساقعه، جميله جدا جدا. يا ريت تجربوها. وبتتاكل جنب اي حاجه. ممكن كمان تتاكل للناس اللي بيعملوا رجيم، حبه كده صغيرين في طبق مع صباعين كفته مع حته بانيه مشويه، بتبقى في منتهى الجمال. هوريكم طريقتها حالا. نوع السلطه التاني اللي هنقدمه ان شاء الله سلطه بابا غنوج. جميلة جدا برضو، نفس الحكاية. ممكن ناخد منها مع صباعين كفتة، مع سندوتش، مع كبدة، مع اي حاجة. سهلة جدا جدا. عايزين نبعد شوية اليومين دول عن الرز والمكرونة والحاجات التقيلة دي، فبرضو نوريها لحضراتكم. هي والسلطة دي طريقة عملناها ازاي، خفيفة جدا جدا. يا ريت بس لأول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا هنعمل فيه نوعين سلطة. حر بقى زي ما حضراتكم عارفين، فهنعمل حاجات بسيطة كده وسهلة، وبرضو تبقى مفيدة، وممكن تبقى وجبة متكاملة. هنعمل ان شاء الله سلطة بابا غنوج، وهنعمل سلطة العدس بجبة، وممكن بقى ناكل معاهم قطعة بانيه، ساندويتش، نغمس بعيش، كل واحد على حسب ما هو عايز. احنا دلوقتي بنعصر الليمون على الطحينة، وهنضيف له الثوم، ونستعد بقى بتنظيف البتنجان. تمام. ادي الثوم بتاعنا فيه زي ما انتم شايفين كده قرن فلفل حامي. اللي مش عايز يحط ما يحطش، براحتكم خالص. نحط الثوم زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ ننضف البتنجان بتاعنا. هنضفه وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معايا. ضفنا فلفل اسود على الطحينه بتاعتنا، وحطينا الثوم، وزي ما انتم شايفين نضفنا البتنجان، ونضيفه بقى على الخليط بتاعنا. ونقلب. السلطه دي يا جماعه ممكن تتاكل مع حاجات كتيره جدا جدا. تتاكل مع كفته، تتاكل مع بانيه، تتاكل مع اي حاجه الكل بيحبها. هجهزها وهضربها كويس واوريها لحضراتكم. ودي اول سلطه لينا النهارده خلصناها، سلطه البابا غنوج. يلا بينا ندخل على السلطه التانية اللي احنا هنعملها. خليكم معايا. السلطه بتاعتنا النهارده ان شاء الله سلطه العدس بجبه. عاديه جدا يا جماعه وسهله، وقيمتها الغذائيه مرتفعه. العدس بجبه بتاعنا سلقنا كوبايه اهي وسبناها تبرد، وهنجهز بقيه المكونات. عباره عن هنضيف ذره من دي. الذره دي على فكره يا جماعه كانت بتتباع الاول في علب صفيح كده، بقت غاليه جدا. دلوقتي بقت في اكياس زي كده الخضار المجمد، ارخص بكتير. ممكن كمان تجيب او نجيب كيس يقعد عندنا نعمل منه اكتر من حاجه. وده البصل بتاعنا. وهنا حاطين طماطم وخيار وفلفل احمر كده رومي. يا ريت بس اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان
يوصل لكم كل جديد، ويا ريت نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنضيف البصل زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنضيف الذرة. قيمتها الغذائية خطيرة، وتنفع كمان يا جماعة للي بيعمل نظام غذائي. هتساعده جدا على الشبع، لان طبعا العدس بجيب يعتبر من البروتينات. نحط بقية البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. شايفين الالوان؟ لسه كمان ما حطيناش بقية المكونات. هنحط الطماطم والخيار والفلفل وهنقلب. دي بقى يا جماعه بتتاكل ساقعه اهي، وفي صوص بيتحط عليها، بس بيتحط عليها ساعه التقديم، لان لو حطينا عليها من دلوقتي هتطرى، المكونات بتاعتها هتبقى طريه. فاحنا الصوص عباره عن ليمون وخل، معلقه ومعلقه، معلقه كبيره، ومعلقه سكر، ونص معلقه ملح، وبنحط فلفل اسود وكمون، وبنضيفها بقى للمكون بتاعنا السلطه بتاعتنا دي. بس ساعه التقديم جربوها تعجبكم جدا جدا. يا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا يا حبايبي، واحب اشكر كل متابعيني وكل الناس اللي اشتركوا لي في القناه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.